النكارى، نكارى السنة والسلفية. النكارى صنفان: نكارى السنة والسلفية. النكارى يقسم إلى قسمين في مقام البحث: نكارى السنة والنكارى السلفية. إذن العنوان: النكارى نكارى السنة، والسلفية نكارى التفسير في السنة. النكارى اللا سنة والسلفية. النكارى اللا سنة والنكارى السلفية. النكارى اللا سنة والسلفية كالأنعام بل هم أضل. السلفية نكارى التفسير في السنة. السلفية نكارى التفسير في السنة. واللا سنة أي النكارى اللا سنة، واللا سنة نكارى السنة. لماذا نقول عن هؤلاء نكارى وعن هؤلاء نكارى؟ لأنهم قد أنكروا السنة. الصنف الأول أو أحد الصنفين وهم اللا سنة وهم النكارى بالمعنى الأخص، هؤلاء أنكروا السنة رأسا من الأساس وصرحوا بهذا. والصنف الآخر منهم السلفية ومعهم أهل السنة. السلفية ومعهم أهل السنة. ومتى أنكروا السنة؟ أنكروا السنة في حياة النبي، أنكروا السنة في الرزية، أنكروا السنة عندما قمع سيدنا عمر، قمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنعه من كتابة الوصية. فهل يوجد إنكار للسنة أوضح من هذا الإنكار؟ إذن إنكار السنة من الأصل موجود عند السلفية وعند أهل السنة كما بينا، وهو من رزية الخميس وما قبل رزية الخميس. لكن في مقام البحث نريد أن نبدأ بطريق آخر، نبدأ من التفسير، وبإنكار التفسير يثبت إنكار السنة، لأن التفسير هو السنة. التفسير هو أشرف أفراد السنة. التفسير هو أوضح مصادق السنة. التفسير هو الواجب الإلهي، النص الإلهي، الإلزام الإلهي الذي ألزم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتخلف عن وظيفة تفسير كتاب الله يعتبر من العصيان، يعتبر من الكبائر، يعتبر من كتم العلم. فهل نتصور هذا في النبي؟ هل يعقل أن يفعل النبي مثل هذا الفعل بكتم التفسير وعدم تفسير القرآن وعدم بيان القرآن وعدم توضيح القرآن وعدم بيان أحكام القرآن وحكم القرآن وأمثال القرآن وإرشادات القرآن والناسخ والمنسوخ من القرآن والمطلق والمقيد من القرآن والخاص والعام من القرآن والآثار والقصص من القرآن والمكي والمدني من القرآن والمصداق والتطبيق والأفراد لسور القرآن وآيات القرآن؟ هل يعقل أن النبي يتخلف عن كل هذا؟ يتخلف عن بيان الناسخ والمنسوخ؟ يتخلف عن بيان المحكم والمتشابه؟ هل يعقل أن النبي لم يفسر القرآن، لم يوضح القرآن، لم يبين القرآن؟ كتمت السنة، قمعت السنة، ختمت السنة بالرصاص وضيع القرآن، ضيع تفسير القرآن وضيع القرآن وحرف القرآن وذهب منه قرآن كثير، ضاع منه قرآن كثير حسب التراث السني وحسب ما صح من الروايات السنية وحسب ما تواتر من الروايات السنية. فماذا بقي من الدين ومن العقيدة ومن الإسلام؟ ضيعوا القرآن وضيعوا السنة. إنهم في ضلالة منذ خالفوا وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس فقط في الخميس ورزية الخميس، وإنما قبل الرزية بكثير.
منذ علم القوم بأن الوصية، الإمامة، الخلافة، القيادة، الرئاسة لعلي وفي علي سلام الله عليه. وبدأت من هناك المؤامرات والمكائد، وبدأت المؤامرات والاحتيالات والمكر والمكيدة ومحاولات التصفية والاغتيال والتضييع والقمع والترهيب. إذن يوجد توجيه قرآني إلهي يوجه النبي، يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يأمره بتفسير القرآن، ببيان القرآن، بتوضيح معاني القرآن، بتبيين القرآن، بشرح كل ما يتعلق بالقرآن مما تحتاجه الأمة من زمن النبي إلى العصر الذي نحن فيه، إلى آخر يوم في هذه الحياة من حياة الإنسان، إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. أين التفسير؟ أين تفسير النبي؟ إذن عندنا النكارة اللا سنة والسلفية. النكارة نكارة السنة، والسلفية نكارة التفسير فالسنة. النكارة اللا سنة والسلفية كالأنعام بل هم أضل. السلفية نكار التفسير في السنة، واللا سنة نكار السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم. ويأتي إن شاء الله التفصيل في هذا بعون الله سبحانه وتعالى.